دايما نجم السفرة صحن الرز، وخاصة برمضان لما تكون النكهات غنية واللمة أحلى. اليوم عملنا رز بالزعفران والزبيب. بطنجرة بحط مي وبضيف عليها المطيبات: ورق غار، عود قرفة، هيل، قرنفل، وبضيف عليهم الملح. بس يغلوا بضيف عليهم الرز اللي بكون أنا مغسلته ومصفيته قبل. بدي اسلقهم تقريبا 3/4 الاستوى. بهيدا الوقت بجيب طنجرة تانية، بحط بقلبها قطعة من الزبدة وفوق منها الزبيب. بجهز منقوع الزعفران، بضيف فوق منهم مع المي بحط شوي من ماء الورد، بيعطي كتير نكهة طيبة. وهون عندي حبات الزبيب، بس تتفتح معي بضيف خليط الزعفران عليهم. حبة الرز استوت معي، بدي صفيهم وارجع رجعهم على نفس الطنجرة مع إضافة قطعة من الزبدة صغيرة، وبرجع بضيف فوق منهم خليط من الزعفران اللي كنا مجهزينه، وبتركهم يتنبتوا تقريبا حوالي 5 دقايق ل10 دقايق. وبتقدموا مع دجاج مشوي مع أصابع الكفتة المشوية. وألف صحة وعافية.